بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة من الذكر الحكيم أبدأ معكم مشاهدي الكرام الحلقة رقم 105 في برنامج مع اللغة العربية. اليوم سيداتي سادتي أتشرف أن ألتقي بالكاتب والشاعر الأستاذ عبد الوهاب حامد، الذي صدر له ديوان من الشعر واحد أعتقد ورواية اسمها جرح الذاكرة. أرحب به وبكم أيها الإخوة المشاهدون. الأخ عبد الوهاب، أهلا ومرحبا بك في قناة الريسات، عفوا قناة سلام الإعلامية المباركة. مرحبا بك أستاذ أحمد، ومرحبا بقناة السلام، وأتشرف جدا أن أكون ضيف لك، وأنت إعلامي لك باع في هذا المجال. حاورتني قبل ذلك وفي إريسات، ونلتقي اليوم هنا، ولكن فقط تصحيح بسيط أستاذ أحمد. نعم. يعني أنا ليس لي ديوان شعر مطبوع. كتبت شعر، ولكن عندي رواية أخرى اسمها وطن وأحزان. صدرت ولا تحت الطبع؟ صدرت هي الأولى تقريبا. جميل جميل. وجرح الذاكرة هي الرواية الثانية. نعم. جميل. أخ عبد الوهاب أيضا كذلك له تجربة في العمل الإعلامي، وأنا أقول يعني بكل صراحة عندما وصلت مدينة ميلبورن في أستراليا 2016 كان يمكن أول الصحفيين العمل معي اللقاء لصالح إذاعة عونة لأخونا عبد الوهاب جمع أبو وليد، التحية. فأخونا عبد الوهاب برضو كان اللقاء الأول معه، ولذلك برضو أنا أحييك كإعلامي. أسلم. طيب أستاذ عبد الوهاب، كده النشأة والتاريخ والميلاد وذكرياتك مع اللغة العربية كمدخل. نعم. عبد الوهاب حامد علي شيخ، القضارف، النشأة الأولى، الدراسة الابتدائية والثانوية في مدينة القضارف، ونشأت في تلك المدينة الجميلة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المواطن الاغتراب في المملكة العربية السعودية، وقضيت فيها جزء من حياتي أكثر من 10 سنوات، ثم انتقلت عام 2001 إلى أستراليا، هنا في مدينة أديلايد في جنوب أستراليا. جنوب أستراليا، جميل. عبد الوهاب، أنت يعني اللغة العربية بالنسبة لك هي حياة، يعني بها درست وبها تعلمت وبها تثقفت وبها تكتب وبها تؤلف وبها تحكي عن وجدانياتك. ماذا أعطتك هذه اللغة وماذا أخذت منك؟ اللغة العربية طبعا هي كما عرفها طه حسين بحر لا ساحل له، وأنا أحاول أن أرشف من هذا البحر ولم أستطع، يعني قطرات فقط. اللغة العربية بالنسبة لي هي المتنفس، هي الأداة التي نعبر بها عن أحزاننا وعن انتصاراتنا وعن انكساراتنا، ولذلك أنا أجد نفسي في اللغة العربية منذ أن كنت طالبا في المرحلة الابتدائية، وكنت أشارك في حصص الإنشاء والجرائد الحديثية في المدرسة، وكنت أقرأ كثيرا لكتاب كبار يعني. ولذلك اللغة العربية أنا يعني أتعامل معها صراحة، أنا لست أكاديميا في تناول اللغة العربية، وأتعامل معها أستطيع أن أقول بالسليقة، ولكن وببعض الذي يعني درسته في الأكاديميا يعني. لذلك أنا يعني بدأت أكتب بالشعر، شعرا ونثرا، وثم انتقلت بعد ذلك إلى الرواية والقصة القصيرة، وهكذا يعني. طيب، هي كل شيء في حياتنا اللغة العربية. نعم، بارك الله فيك.
هناك دوما يعني معلمين يلفتوا الطالب إلى الاهتمام باللغة لأنه المستويات هي ما واحدة في الفصل. ففي معلمين كده يقول لك خلي بالك أنت كاتب، أنت شاعر، في يوم من الأيام حتبقى شاعر، في يوم من الأيام حتبقى كاتب. فمن تذكر من المعلمين اللي نبهك لأنه لك نعم. علاقة باللغة والكتابة؟ نعم، شيء جميل جدا والله. الواحد يرجع بالذاكرة إلى الوراء البعيد. المرحلة الابتدائية امم. آه، كنا كان عندنا أستاذ لطيف، أستاذ جميل جدا، وكان يحبب إلينا هذه اللغة، ولا امم. يتحدث إلا باللغة العربية الفصيحة معنا. تذكر اسمه؟ الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم رحمه امم. الله. آه، الله عليه. هذا الأستاذ كان يكافئنا عندما نتحدث مثلا في حصص الإنشاء أو في قراءة المطالعة وهكذا. والغريب أنه هو كان يعطينا حصة اللغة العربية والتربية الإسلامية أيضا. نعم. ذلك يعني كان في كثافة في اللغة العربية، يعني نهلنا من معينة يعني في جميل جميل. له صراحة. الرحمة. نعم. طيب الجمعيات الأدبية أكيد كنت مشارك فيها كذلك؟ نعم. نعم أكيد طبعا. ما هي ذكرياتك عن الجمعية الأدبية وأنشطة برضو المدرسة؟ شيء جميل جدا. أيوة نعم. انتقلت من مدرسة سلامة البيه الابتدائية إلى ديمنور بقى. ووجدت هناك أستاذ اسمه أستاذ الطيب، يعمل دائما يعني يقوم بترتيب الجمعية الأدبية كل يوم خميس صباحا. الطيب عوض الكريم؟ لا، اسمه الطيب، والله لا أذكر الآن، أوكي. لكن اسمه الطيب. نعم. وهذا الرجل يعني كان يرعى المواهب كما تقول. وكنا يعني ننتظر يوم الخميس هذا بفارغ وفي ذلك اليوم أنا كنت ألغي الشعر، وكنت دائما يعني أنال استحسان وتشجيع هذا الأستاذ العظيم. طيب. وأيضا كان يعني برزت بين زملائي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقلت أيضا في نشاط آخر مدرسي. كنت برضو كان عندنا في المتوسطة كان عندنا الإذاعة الصباحية، الإذاعة المدرسية. أيضا نعم. كنت أنا يعني قايم بهذا العمل مع بعض الزملاء، وهكذا يعني كان في نشاط مكثف جدا بين المتوسطة والابتدائية يعني. نعم. طيب أنا سألتك في البداية، قلت لك ماذا أعطتك اللغة العربية وماذا أخذت منك، وتفضلت بأنه أعطتك الشيء الكثير. هل أخذت منك شيئا هذه اللغة؟ والله يا أخي أخذت منا يعني هذا التعلق بأنه الواحد يكون أسير أن يمارس هذه اللغة ويكتب عنها ويكتب بها ويعبر بها. يعني أسرتنا كما مم. مع أنه نحن كلنا طبعا لنا لغات في البيوت، يعني قد تكون لغة الوالدة والوالد وما إلى ذلك، وبعدين تعلقنا باللغة العربية نحن كإريتريين في بعد ديني وبعد وطني وبعد حضاري كمان كذلك وعلمي. أنتم في البيت حرمت من هذه هل عندكم لغة ثانية في البيت؟ عندنا طبعا لغتين يعني. آه. عندنا لغة التيغري أيضا تتحدث بها الوالدة، وعندنا لغة البلين. التجريت. ولكن نعم. التجريت، ولكن نحن طبعا التجريت أفهمها جيدا، ولكن يعني ممكن تحاول فيها كمان؟ لا ما ممكن أحاور بها، لكن بفهمها جيد، ما تفوت عليه يعني. وده مؤخرا يعني الكلام ده، لكن زمان الواحد كان بس هو العربي. وبالتالي بحكم لغة حياة بالنسبة لك. نعم. لغة حياة بالنسبة لك اللغة العربية. بالنسبة لي نعم، لغة حياة بالنسبة لي، ولا أستطيع أن أتحدث بأي لغة. حضرنا هنا في أستراليا، وطبعا الإنجليزية أخذتنا، ولكن أيضا فرضنا اللغة العربية في البيت هنا، ولغة التعامل. هسه لغة البيت زي ما قلت الأبناء يتحدثوا اللغة العربية؟
نتحدث اللغة العربية. نعم. طيب بالله كده حدثنا عن أهمية ربط الأبناء. وأنا كثير أشرت في برنامجي إنه ربط الأبناء باللغة العربية لأنه لها يعني أشياء كثيرة. فأنت كده يعني باعتبارك ناشئ باللغة العربية ومتمسك بها، والأبناء مولودين هنا وأنت لازلت متمسك، ما هي الفائدة اللي بيتلقاها الأبناء إذا نحن تمسكنا باللغة وبقت اللغة العربية لغة البيت؟ نعم، أولا طبعا هنا في أستراليا الدولة يعني معنية أو تشجع على مسألة الإثنيك، يعني أو التناغم بين كل هذا الفسيفساء من الشعوب، الثقافات المتعددة، كذا يعني التراث والهنا. لذلك نحن يعني أيضا ده شيء مشجع بالنسبة لنا نحن أيضا أن نتمسك بلغتنا وبتراثنا، ونفرض في البيت ونفرض في إطار الجالية بتاعتنا هنا. نحاول إنه نربط أبنائنا باللغة العربية، وطبعا أكيد كمان بالدين الإسلامي. لذلك يعني هذه مسألة مهمة جدا جدا، إنه أنا ما بأيد الأب أو الأم اللي تتكلم مع ابنها في البيت بالإنجليزي والحوار يكون إنجليزي خالص، والابن يطلع لغة واحدة، اللغة الإنجليزية. فده الكلام نرتكب جناية عليهم، يعني على الأبناء. نعم نعم صح صح. ومع ذلك نحن مع كل هذا الاجتهاد أيضا ما قادرين، لأنه حتى نحن سرغنا إلى الإنجليزية، حتى نحن الكبار يعني. ف يعني أنا ابني يقول لي يا أخي، أغيب منه ساعات كده أو يوم يومين، يقول لي يا أبوي أنا مسيتك، أي ميس يو يعني. شوفوا برمج اللغة العربية. لكن الحمد لله برضو يعني جاييني في اللغة العربية برضو. أنا أيوة أحاول لك مسيتك يعني مسيتك عرب كده. نعم. دليل انه فضروري مرتبط جدا. نعم ضروري جدا انه الناس ترتبط باللغه العربيه وتربط ابنائها واسرها. هذا شيء ضروري جدا يعني. صحيح والله. دائما يعني الابناء عندهم لغاتهم. يعني انا اتذكر بنتي وهي صغيره، يعني لما تزعل او ازعل منها وكده بتاع، وبتقول لي وهي في البلد يعني في ازمه، بتقول لي اسفتني يا بابا، تقول لي اسفتني يعني اقول لي يعني قصدي انه يعني سامحني وكده يعني. نعم. الابناء لهم لغات جميله يعني. طيب استاذ عبد الوهاب، نحن نلتقي بك طبعا كشاعر وكاتب، وان كان انت قلت كاتب روائي، طبعا قلت الشعر شويه هجرته يعني. آه كده اول يعني انت بديت في البدايه بكتابه الشعر مش كده، بعدين مشيت للروايه. آه نعم. انت الشعر بديته ليه مثلا، اذا صح السؤال؟ ايوه نعم طبعا. هو يعني انت الشعر ده ما هو تعبير عن ما بداخلك يعني. وكنا مرتبطين بالثوره الاريتريه منذ نعومه اظافرنا، وكنا نمشي الى مكتب الثوره او الجبهه، وهناك اي واحد يمارس هوايته. نعم. فانا بكتب الشعر الثوري بقدر ما يعني حسب امكانياتي. وبعد ذاك الواحد اتدرج في المساله، وبدا يكتب ما اعتقد انه شعر يعني. نعم. طيب الكلام ده انت بديت كتابه الشعر في أي مرحله؟ انا بديت الشعر ده تقريبا في المرحله الابتدائيه، بعد الصف الخامس. جميل، اوكي. الصف الخامس والسادس كده بدات اكتب، ولكن طبعا كتابات يعني بدائيه، يعني الواحد ما لا يذكر فيها شيء. لكن طيب اللي تذكر يمكن لنا من الاشعار اللي كتبتها وتحفظها وتتذكرها مثلا؟ اشعار تقصد القديمه خالص ايوه ولا؟ قديمه خالص، البدايات كانت كيف؟ لا انا ما انا شوف مره اذكر، لا مش قديمه خالص، لكن يعني قبل تقدر تقول قبل 20 سنه. امم انا
التقيت جانا زياره، كان الفنان ابراهيم جورت، وله التحيه من هنا. والتحيه جورة. فكان زواج واحد صديقي، الاخ محمد علي فايد في لندن، له التحيه ايضا. نعم. وكان حصلت دردشه كده مع جورت، وقلت له يا ابراهيم يا اخي انت ليش ما تكتب يعني ما تغني بالعربي. بالعربي بالذات الاغاني الاريتريه، يعني اقصد الاناشيد او كده. مم. فقال لي يا اخي، يعني قال لي انتوا تتكلموا تقولوا هنا، انا ما جاني شيء من الناس اللي بيكتبوا وشعر كده عشان اجي اتكلم يعني اغني به، وكلام كده يعني مم. طويل. فدي كانت مناسبه، فقمت قلت له يا اخي انا لو اديناك قصيده تلحنها وتغنيها، قال لي جدا. وهو ذهب الى شانه، وبعد ايام انا كتبت قصيده، ولكن طبعا بعد ذاك لم نلتقي انا وهو. مم. والان القصيده دي تقريبا مع الاستاذ الفنان مرانت. عبد العزيز مرانة. مرانت، تذكر كلماته؟ نعم. هي طويله ولكن اختزلت انا في، اقرا لي انا، ما مكتوب. وهي قصيده غنائيه طبعا زي ما قلت لك. انا المناسبه انا كنت كاتبها لابراهيم يعني. فوق هام العلا فوق، ليك النجوم منظومه طوق، حتى السحب نزلت تميد، تنظر اليك يا غالي فوق، وحاد جمال ما ليك مثيل، فوق الوصف اميال تفوق، في قمه الجبل العنيد آدال، هناك في القمه فوق، كان لنا وقفه مع الزمن، نتحدى كل من ليك يعوق، تاريخنا مترع بالجساره، وهواك يسري في العروق، بالدم مهرنا العهد ليك، ووعدنا بك شمس الشروق. يا أخي كلام جميل. مقطع من الاغنيه. واتمنى انه هي مؤخرا مشت للاستاذ مرانت، وانا اتمنى انه يهتم بها. ان شاء الله سلمت لي. نعم. نحن نتمنى ان شاء الله نسمع وهو يشدو بها اخونا عبد العزيز مرانة، نحييه. طيب بعديها استمريت في كتابة الشعر وكذا. نعم، وايضا هنالك اغنيه ايضا او قصيده كانت بمناسبه التحرير، وكنت حينها في قادم من مدينه جده الى القضارف، وتزامن حضوري مع تحرير البلاد. البلاد، وكان في نشاط بتاع احتفاليات يعني. كان في اخ سوداني يلحن، وكنت انا اكتب القصائد. فكتبت القصيده دي ولحنت، والان يتغنى بها الاخ الاستاذ عوض معكال. نعم، الصوت واضح يا استاذ؟ نعم استاذنا، ممكن نستمع للكلمات؟ نعم، الكلمات. أريتري أنا رغم غساوة الزمن، أريتري أنا رغم فداحة المحن، أريتري وهذا اللحن يطربني، أنا التاريخ أصنعه بإشراقي، أنا من أدال الشامخ العملاق آتي، من فوق هاتيك الرواسي الشامخات، قد جئتكم بالنصر أجدو يا رفاقي، أريتري أنا أنشودة أسمو بها فوق الجراح، وتر لدوزنة النشيد، نغم لألحان الصباح، لو يسمع الأحرار في وطني هناك أصداء الكفاح، ها قد سمونا في ربى الأوطان ألغ وانشراح، أريتري أنا رغم غساوة الزمن. كأني استمعت لهذا النشيد. هو ملحن ملحن وموجود في اليوتيوب. نعم، ملحن. مين الغناء؟ الآن يغنيه عوض ميكال، ولكن كان يغنى ككورال في مدينة القضارف في احتفالات الأعياد. يعني أنا أتذكر واحدة من دفعات ساوى. نعم. أنا ريتري أنا، في واحد غناها كده. نعم مزبوط، هو هذا. هو مين هذا؟ هذا رحمه الله اسمه جماع اللي غنى كده. أيوة رحمة الله عليه. أيوة
ايوه، وهذا كان واحد من الفرق الكوراليه اللي غنت النشيد ده في مدينه القضارب. نعم. هو جماعة شهيد فعلا توفى وغناها وهو في الخدمة الوطنية، واحدة من الدفعات مظبوط. من ساوى غناها. أنا أتذكر في الإذاعة كنا بندخلها كثير. نعم. لا كلماتك هي. نعم نعم مظبوط. يا سلام. والحان مين؟ الحانك ولا الحان؟ احمد ابو القاسم، اخ سوداني صديق للثوره الاريتريه، مم. وكان موجود معنا هناك، راجل عازف بارع وملحن يعني. الآن الفنان الآخر الذي يغنيها من؟ اسمه من؟ ميكال. الأخ ميكا وين موجود؟ موجود في فرنسا. ده أخو عبد القادر ميكال الشاعر. اخو الشاعر الكبير عبد القادر ميكال. الشاعر الكبير أستاذنا السنة. تحيه. نحييه طبعا، له التحية. طيب يا سيد الكريم، يعني أنت عندك حاجات جميلة في الشعر. وتاني، والله لماذا هجرت الشعر؟ أنت قبل ما نبدأ التسجيل قلت له هو الشعر ده أنا زي فارقته وداير أخش الروايات لا الحقيقه مش هجرته، ولكن يعني استطيع ان يعني بعض بعض احيانا كده اكتب. مم. و يعني كنت كاتب قصيده تقريبا، الان يعني احاول اجيبها هنا لكن ما موجوده. على كل حال مم. اكتب قصائد، ولكن للاسف بعض القصائد انا فقدتها. ومن لكن فقدت كيف مثلا؟ ضاعت منك؟ معنى انه انا ما اهتميت، ما حفظتها، ولكن حفظت جزء في الذاكره زي ما تقول. وزي مثلا كنت بكتب، كتبت قصيده في معاناتي في الغربه هناك في مدينه جده. كده اقرا لنا منها لو تتذكر. نعم. طيب، هي قصيده كده ارتجاليه. طبعا هناك في جده الواحد، انا دخلت جده او السعوديه ك بطريقه غير رسميه يعني. كويس. واللي بيدخل بطريقه غير رسميه يعاني ما يعاني، وفي عرفهم هناك يسمى شنو؟ مجهول، يسموه مجهول. انت دخلت عمره وزوغه مش كده ولا حجه وزوغه؟ ايوه، فمن وحي مجهول ومن وحي المعامله العجيبه دي انا كتبت انه جده يا جده الانسان فيك مسير كانه مسمار آلة، فيك يا جده امتهنا وسقينا من حثالة، كل شيء فيك غزم كان كل شيء فيك غزم كان زيفا أو تسلط أو غزارة، نيرون لم يعد لغهر، ففي جدة ألف نيرون وهتلر بل تتارى، مجهول أو متخلف تلك أسماء الجديدة، وفي جدة الأسماء كلها مستعارة، فيا زمان الزيف ولي خذ غشورك واعدني لدياري سالما من كل عارة، كبريائي واعتزازي مني ضاعا في زمان الانهيار. يا جميل. كثيرة لا يعني فعلا فيها معاناه وفيها نعم. نفس حار كده يعني. بس حار مع نقدم الاعتذار طبعا طبعا للج... طبعا. هي الغربه كده يعني. طيب ها غربتك الجديده دي ما قلت فيها حاجه؟ الغربة الجديدة دي أخذتنا يعني بمشغوليات، وأنت قاعد معانا هنا عارف إنه الإنسان هنا مستهلك ومشغول دائم. لكن من حيث يعني كرامتك كإنسان لك لا ما حدود. لا بيج ديفرنت يعني، حاجة ما تقدر، ما في مقارنة. أنا هنا قاعد في وطني معزز مكرم، أشعر بأنه أنا المواطن رقم واحد، ما فيش الكلام اللي بيعانوا الناس في مواطن الاغتراب في الدول العربية أو كذا. طيب الشعراء عادة لا يؤمنون بالأوطان والحدود، هل تؤمن بالحدود الوهمية هذه؟ آه، الحدود دي طبعا ما هي الكارثة ذاتها، أو زي ما قال محمود درويش: وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر، إنني العاشق والأرض حبيبة. فالأوطان نحن نحملها في حغائبنا وفي صدورنا وفي ذكرياتنا وفي عقولنا، ولذلك هي لا حدود لها، ماشية معانا. طيب أخ عبد الوهاب، أنت قلت عشان في قصايد طارت منك وما اهتميت بكتابتها،
أول كيف ما تهتم بكتاباتك الشعرية، تدونها وتحافظ عليها وكذا؟ نعم أيوة صح، زي ما لماذا؟ قلنا ليه ما مهتم بها؟ نعم مش ما مهتم بها. مم. الواحد طبعا انت عارف اي اريتري هو يحمل حقيبته في يده، يعني ماشي من هنا لهنا لهنا. مم. يعني انا من السودان لمصر للسعوديه الى هنا 4 مقترب. فلذلك بتحصل ظروف كثيره جدا، احيانا انت ذاتك تضطر انك يعني تترك اشياء هناك وتعمل. فلذلك وهذه يعني مش عبد الوهاب فقط، كل الاريتريين. و- وانا بهذه المناسبه وقلت الكلام ده قبل كده، انه يعني سنه 90 تقريبا انا دخلت ظاهره المعز، وكان عندي شقيقي هناك الاستاذ الشيخ صلاح موجود معك في نعم نعم، شيخ مدرسة. صلاح، العالم، وهذا الرجل العالم نعم والناقد. نعم. نعم ناغب وشاعر بالمناسبه. شاعر، نعم. انا طبعا لاول مره اقول الكلام ده، لانه هو ما يقول أنا شاعر ليه؟ انا حاشرح لك ليه. آه. هو ينطلق من، ربما انا اعتقد كده، انه من نظره دينيه بالنسبه ل ما اعرف تفسير المساله دي كيف، لكن هو يعني متدين ومتفرغ يعني الدعوة. يريد ان يتحدث فقط هناك. وشعراء يتبعهم الغاوون يمكن ربما لهذه ليس كل الشعراء طبعا طبعا يتبعون الا بعد ذاك اي نعم في تفسير للكلام انا عارف. إلا الذين آمنوا نعم وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد نعم ما أيوة. ظلموا إلى آخر الآية. مضبوط أيوة. فالاستثناء هو نعم عارف طبعا، هو لكن هو عارف الاستثناء ده، ولكن هو يميل الى الدين اكثر. بأي لون كان يكتب الشعر؟ ويكتب الشعر، فهو كتب قصيده. وزي ما سؤالك ارجع لسؤالك، انه هو ايضا يعني يكتب القصيده ويجدعها. فانا وجدت القصيده دي، آه. وربما يكون في هذا اللقاء مفاجاه له، بانه انا من اليوم ذاك حفظت القصيده عن ظهر قلب ومحتفظ بها. لكن هو يمكن ذاته سمعنا ما منا بيسمع. كلمات، سمعنا منا أبيات. هي قصيده عميقه جدا. بيقول: هل نسجل لغطفة العشق القديمة أسطرا عبر الزمان، وانطباعات لمعجب مرر العينين في اللوحات وسار لشأنه قدما، تناسى في الزحام فرشاته الأولى ذلك الفنان، ورتب كيروسين الموت مشتملا على اللوحات وحاجيات الرسم إلا بزرة كانت معلقة على الشفتين، يقدمها مع الأنفاس ولا يدري، يصغيها حليب الموت لا يدري، يدخنها مع التبغى ولا يدري، فتنبت لوحة مشغولة الأبعاد بالحناء والأصداء والصدأ المرتل من خياشيم المدينة في ساعات العهد المسفلة في شوارعها الأفاعي ولافتات النيون، آهات السكارى، زفرات الموامس، وهمهمة النائحات على الحروب الغيصرية وأنصاف الآلهة. رديني إليك مدينتي، أفلاطونك الضائع في غيابات الحواضر، قد عاد يحمل روحي المصلوب في خشب الغياب وأمواج الزجاج إلى بيادرك الجميلة. عنوان القصيدة هو تساؤلات في مغام الصدى. يا سلام، كلام كبير فعلا. نعم والرجل نحن حاورناه طبعا في هذا البرنامج وفي غيره من نعم القنوات التي يعمل بها، وهو رجل طبعا رجل ناقد وشاعر ما في شك. وأنا كل ما لما نجده بعد زمن يعني نتنفس معه الشعر وكذا، هو يتذوق الشعر لأنه شاعر. طيب نرجع نعم لك يا سيدي الكريم. أنت قلت يعني أنه على الرغم من أنك كتبت لكن ما تهتم وفي قصائد طارت منك. طيب هل هذا الذي فقط هو الذي دفعك للاتجاه إلى الرواية أم هناك أسباب؟ لماذا اتجهت للرواية؟ لا نعم أنا بكتب في كل شيء، يعني بكتب النثر، بكتب القصيدة، أحاول في القصة القصيرة. كل ما يعني استفزني شيء ووجهني إلى لونية معينة من الكتابة أفعل ذلك. ولكن الرواية هي دخلت فيها من باب الصدفة زي ما تقول،
وكنت في مدينة الرياض، وكنا مجموعة ومن ضمن هذه المجموعة النيرة كان في مناضل قديم للثورة الأريترية، سأذكر اسمه هنا نعم وذكرته، اسمه حامد صايق. نعم، له التحية. له التحية والتجلة من هنا. هذا الرجل التحق في بدايات الثورة، وكان يحكي لنا قصة محددة كده، إنه تجربته هو خش معركة، وكان فيها في المعركة دي كاد يعني طلع بأعجوبة من الموت. ومن هنا أنا استلهمت رواية وطن وأحزان، وبدأت أكتب فيها إلى أن حضرت هنا وبدأت أكتبها وأرسلتها لحلقات في عونة، قناة عونة. نعم. واتصل علي الأخ الأستاذ أبو بكر كهال من ليبيا، كان في ليبيا الكاتب. نعم نعم. له التحية أيضا. له التحية. أبو بكر قال لي يا أخي أنت، وأنا كنت كاتب إنه ما كنت نسميها ذاته قصيدة، كان رواية، كان باعتبارها إنها قصة، يعني قصة حقيقية. فقال لي يا أخي أنت قاعد تكتب رواية في الحلقات الخمسة ديل ولا الستة، أرجوك إنك تكملها وتبعتها لنا. نعم. فوقفت النشر في هنا وكملتها وأرسلتها إليهم، فطبعت هناك في ليبيا، وده كان المدخل للرواية. ثم جاءت فكرة جرح الذاكرة، وفي كل رواية أنا قاعد تحصل لي ظروف غريبة جدا. زي شنو؟ أفقد الآن أنا بكتب يعني باليد، ما في الكمبيوتر يعني. ايوه. فأفقد الكراسة اللي كنت بكتب فيها، يكون فيها 20 صفحة، أفقدها تاني، أبدأ من جديد. لذلك يعني كنت بتعب، وكان في الفترة الزمنية تطول، يعني مرة أكسل، يعني بين الرواية والرواية قد يكون في 5 سنوات 6 سنوات كده. ايوه. وإضافة لأنه ظروف يعني زي ما أنت عارف كده. نعم نعم. الآن طبعا أنا كتبت روايتين، وإن شاء الله الثالثة في الطريق. عندي رواية اسمها أجراس الحنين، إن شاء الله قريبا ستصدر بإذن الله، ونهنيك عليها إن شاء الله. وإن شاء الله يعني ندعمك ونشجعك ويكون لنا معك حديث عند الصدور. الآن نأتي إلى جرح الذاكرة. حقيقة عزيزي المشاهد، جرح الذاكرة أنا أهداني إياه أخونا عبد الوهاب منذ زمن، وبدأت أقرأ فيه. قريته زمان، وهسه هذه الأيام وأنا أستعد للحوار معه بديت أقرأ. وحقيقة ما يميز عبد الوهاب ككاتب روائي أو شاعر، له لغة جميلة ولغة سلسة وعميقة وفيها جرس يعني، وفيها نغم. أنا أحييك على لغتك السليمة، ولغتك كمان من حيث القواعد والتراكيب العربية، يعني لا يشق لها غبار ما شاء الله يعني. كده أنت يا أستاذ عبد الوهاب لو مسكت لنا الكتاب، قلت إهداء أهديت إلى شخص واحد، محمد سعيد عبد الله أبو عادل، وقلت له هنيئا لمن أغيب خلف أسوار الظلام قبل أن يشهد ذل الوطن. هذه عبارة عميقة. من هو أبو عادل يعني؟ أبو عادل أنا حقيقة لا أعرفه هو شخصيا، ولكن إنه موجود معي هنا في مدينة أديلايد، أخونا عادل. وأنا كنت يعني أرسل الرواية إلى الطبع، هو كان موجود معي، فحكى لي الحكاية بتاعت والده كان تاجر في أسمرة، وعنده دكان في أسمرة هناك، والناس كلها تجي تتبضع منه، أهالينا ديل والناس المسلمين بصفة عامة يعني. فالرجل اتهم زورا بأنه له علاقة ضد الدولة، وغيب في السجون منذ العام 94 تقريبا. سبحان الله. ولذلك أنا أهديت هذا الإهداء، وقبل أن يشهد ذل الوطن. نعم، لأنه كان في بداية التحرير، هو لم يشهد
ما شهدناه نحن. نعم. غيب يعني قبل. نعم أخ عبد الوهاب، ما في تقدمة ولا يوجد مثلا قارئ للرواية، وإن كان الروائيين لا يعملون بتقدمة لكاتب أو قاص آخر، لكن ما استوقفني لماذا ما في سيرتك الذاتية يا عبد الوهاب؟ كأنك أنت كاتب الرواية دي لأصدقائك، الناس اللي يعرفوك، يعني اللي ما يعرفك كيف تصدر روايتك بدون سيرة ذاتية؟ بس اسمك، مواليد وين، ونشأتك وكده بتاع، ما فيها الحاجة دي. هل هذا شكل من أشكال أساليب كتابة الروايات الحديثة مثلا؟ والله يا أخي طبعا الناس بتختلف في. مم. فقط ما أريد أن أوصله للغاري هو هذه الرواية. والغاري يعني يجب، أنا أعتقد أنه يجب أن يعرفني من خلال هذه الرواية. وبالمناسبة دي الرواية بعد ما تكتب أو بعد ما كتبت كتبوا عنها كثيرون. كتب عنها صحفي في جريدة الرأي الأردنية، وعندكم موجود في مدينة ملبن الأستاذ إبراهيم حاج، هو روائي قدير أيضا، كتب بالإنجليزية روايته المشهورة نعم. فروم يارا تو أسمرة، فروم أسمرة تو آه. زيارة. وكتب، أنا أعتقد أنه صحيح أنه نحن مسألة النقد دي في أريتريا قد لا تكون موجودة، ولكن كتب بحرفية الأستاذ إبراهيم حاج. و يعني كان أنا راضي جدا عن ما كتبه. وفوجئت أيضا قبل شهر تقريبا بمقال كتبه الأستاذ عبد الجليل الشيخ. مم. واعتقد عبد الجليل الشيخ، انا طبعا كنت ناسي مع بظروف تبخرت من الذاكره اشياء كثيره جدا، له التحية. واحتار من يكون عبد الجليل الشيخ، ولكن تذكرته. وايضا كنت بسال منه الاصدقاء وكذا، اسعفني الاستاذ الاديب مصطفى كردي. وله التحية. اعطاني نبذه، نعم له التحيه، اعطاني نبذه ايضا عن الاستاذ عبد الجليل الشيخ. وبصراحة عبد الجليل الشيخ هو مغل في كتاباته كما علمت، ولكن هذا الرجل غدير جدا في تناول. أنا أعتقد أنه كتبوا عني أنا في الرواية بتاعتي دي، وبصفة عامة في، هو تناول الحقيقة، كان رصد، تناول المسألة من نعومة أظافري زي ما أقول، من بدايات يعني ظهوري ككاتب. وكتب بشكل جميل جدا وبشكل دقيق. وانا اعتقد انه غريب للنقد المؤسس. يعني احنا طبعا قاعدين نفتقد النقد ده في اريتريا، او نقدر نقول انه ما عندنا نقاد. نعم. انا ما عايز اظلم، لكن ما شايف بالذات المساله بتاعت الروايه وبتاعت الادب. في الادب ما في شيء. جميل. طيب أنا برضو أرجعك للسؤال ثاني. نعم. أنت قلت يعني ما كتبت سيرتك الذاتية لأنه ما بتهمك، المهم هو رسالتك، نعم. أليس كذلك؟ نعم. نعم. طيب ستذهب على هذا المنحى في رواياتك كلها؟ نعم والله ما يعني انا ما احب آه. حتى لما اكتب الروايه، انا صح اوزعها على الاصدقاء وعلى الناس المعنيين بالادب حقيقه. مم. ولكن ما اروح اكثر من كده، يعني انه حتى ما بجيب احيانا، ليس تواضعا يعني، ولكن ما شايف انه انا يعني يكفي جدا انه الغاري تصل الروايه وكده. لكن الكلام الكثير حول الروايه، وانه اجي اعرضها هنا وهناك، واكون دائما الشغل الشاغل انه كل يوم هي تكون ظاهره في محفل ولا كده، ما قاعد اهتم بالمساله دي كثير. مم. ما عارف، انا يمكن
لا خاصة بها. جميل. وجهة نظر تحترم. يقول في صفحته في أول الكتاب، وهي الصفحة رقم 7: لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغادر فيها قريتها الوادعة وأهلها الطيبين، لكن هاجسا ما أو أفكارا سوداء تطفو اليوم معتمة في ذهنها، فتثير في نفسها عواطف جياشة وأحاسيس تجعلها مضطربة خائفة، كأنها ماضية إلى عوالم مجهولة لن تعود منها. كلام جميل يا أستاذ عبد الوهاب. كده أقرأ لنا شوية وبعدين نحن هنخش. أقرأ لنا من أي حتة أنت دار تقرأها في هذه الرواية اللي هي جرح الذاكرة، وسنأتي إلى لماذا جرح الذاكرة وليس عنوان آخر. أول كده أقرأ لنا أي حتة كده زي صفحة كده، لأنه دارين نختبر قرايتك كمان يا أستاذ عبد الوهاب. مزبوط. ما كتابتك دي شفناها، لكن دارين طيب. دارين نشوف قرايتك. طيب نبدأ كده، نبدأ بكمشتات. مشت اللي هي دي بطلة القصة دي اللي هي زهرة. الصفحة رقم كم دي؟ الصفحة رقم 74. طيب. مشت على رصيف كمشتات المكتظ بالناس الذين ارتسمت في وجوههم إشراقات الفرح والسرور. كان إدريس يصدح برائعة كجراي: أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية، لبلادي في درب الأحرار تدك جدار الفاشية، ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية. ما زال هذا البلبل الشادي في عنفوان تألقه. حدثت نفسها وقد قفزت إلى ذاكرتها تلك الأيام الكالحة حين هبت عواصف هوجاء واندفع إعصار من غضب لا يبغي ولا يذر، حتى بدأ الحلم بالعيش في الوطن يخبو ويذوب. عشان شوية كده النظر الأيام دي عندي كده أبشر وجع عيون كده زي ما تقول. سلام. تلك أيام لا تذكرها إلا لتنساها. في حين أسدلت العتمة رداء حالك السواد وتخضبت الأرض بالأحمر الغاني، بكت حشنية شهدائها. كيف هب الإعصار يوم ذاك، ومن الذي أشعل الحريق؟ كثيرا ما احترأ السؤال على شفتيها من دون أن تعثر عن الإجابة الشافية. كفاك. نعم. شكرا أستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، جرح الذاكرة، شكرا لك. نحن حبينا بس إنه المشاهد يشاركنا في السماع من داخل الرواية. أولا كده أستاذ عبد الوهاب، جرح الذاكرة، ليش اخترت العنوان؟ العنوان لأنه القصة أو الرواية بدت من تلك القرية عونة، ومن تلك الجراح التي نعرفها عن عونة وما حدث فيها وما حاق بأهلها. وزهرة هذه هي الناجية الوحيدة من محرقة عونة. نعم. لذلك ما تتحدث به منذ أن يعني هربت من هناك من أريتريا في عربية فورد قديمة ودخلت إلى السودان، عاشت أيام، ثم أخذتها قوافل الاغتراب إلى ملبورن عندكم هنا في أستراليا. كل شيء هو الذاكرة مجروحة، وهي تتحدث عن كل هذه نعم الجراحات يعني. نعم طبعا. عونة عزيز المشاهد هو الرواية كلها عن عونة وذكرياتها وما ارتكبته الزمرة الاستعمارية الحاقدة إثيوبيا وأعوانة طبعا، وجسد فيها يعني عونة بعد ذلك الجراح الدامي. لم تبد اليوم مدينة ولا قرية اسمها عونة، وإن كانت انطمست ومحيت، ولكن هي حية بالكتابات، وأنا أحييك على ذلك عبد الوهاب. وفي نفس الوقت برضه أخونا في موقع عونة عبد الوهاب جمع برضه أبو وليد نحييه. يعني عونة هي موجودة في ذاكرة الشعب الإريتري. ما يميز الرواية كذلك أنا وقفت عليه، أول فيها كمية من الأسماء
والشخصيات النضالية وأسماء مناطق، ويعني شخصيات ذاته سياسية وشخصيات نضالية كبيرة. يظهر شكيني ويظهر عدد من قادة الكفاح المسلح، وعدد من الأسماء كذلك، أسماء المناطق. فأنا قلت أخو عبد الوهاب ده، يعني أنت كيف استوحيت هذه الأسماء وهذه أسماء المناطق وأنت مولود في القضارف، ويمكن يعني زيارتك للبلد ماها كثيرة، لكن من يقلب الكتاب ويقرأ ويلاقي أسماء زي بهدوراي وأسناي وبركة وصاحبة زهرة سعاد ومنصور الذي يعني التحق بالكفاح. يعني كمية، أنت حشد من الأسماء جميلة وأسماء أماكن وشخصيات. من أين لك هذا يا عبد الوهاب؟ نعم. الحقيقة طبعا أنا كما أسلفت في البداية، أنا انتميت أو انتظمت في الاتحاد العام لطلبة أريتريا وأنا في الصف الخامس الابتدائي. وكان الزمن ذاك طبعا كان العنفوان الثوري. أيوة. وكنا نتابع بكل، وكنا نحلم بتحقيق انتصار الثورة الأريترية وكذا. فلذلك نحن ارتبطنا ارتباط وجداني منذ البدايات. وجودنا في مدينة سودانية كمدينة القضارف مثلا، بل انه نحن ذاتنا يعني كأسرة ما كنا فقط في مدينة القضارف، فتنقلنا في كل أرجاء السودان. يعني الوالد كان عسكري في الجيش الإنجليزي ثم في قوات الشعب المسلحة السودانية. ولذلك لكن رغم ذلك كان ارتباطنا ارتباط وجداني، باعتبار انه الوالد ذاته كان واحد من مؤسسي حركة تحرير أريتريا، ثم بعد ذلك جبهة تحرير أريتريا. وكذلك الوالدة رحمها الله ورحمهم الله جميعا كانت أيضا في اتحاد المرأة، لها يعني باع ونشاط. نعم. شأنها شأن كل النساء في ذلك الوقت يعني. ولذلك نحن عشنا في البيئة دي، البيئة التي تقدس الثورة وتقدس الوطن، وهذا هو. فعلقت تلك الأسماء من خلال حديث الأم والوالد وكذا. مظبوط. نعم أيوة. ثم بعد أيضا أنا يعني برضو مشيت في دورة من الدورات، دخلت الساحة الأريترية ولمدة صحيح قصيرة 4-5 شهور تقريبا. بعد التحرير ولا قبله؟ أنا قبل التحرير. قبل التحرير. قبل التحرير. ومع دخول الجبهة وكنا في المنطقة في ما تسمى بالشمال، وحضرنا أحداث جسيمة هناك يعني في الفترة دي. مثل ماذا؟ ومثل الاغتيالات التي تمت يعني. كان الأيام دي آداب، كان اغتيال الشهيد تمساح في الفترة دي أو قبلنا بفترة كده بسيطة. رحمة الله عليه. نعم نعم رحمه الله. فكان في أشياء كثيرة جدا تحفزنا للارتباط بهذا الوطن. كان بدونا كده، كان في دورة سياسية، و يعني صراحة استفدنا منها كثيرا جدا. وكنا حتى يعني كان في خطورة على وجودنا هناك، وكنا مسلحين يعني، كنا ونحن أطفال يعني. أعتقد إنه كان عمري يمكن 16. فلذلك ارتباطنا ما هنا يعني منذ البداية يعني ارتبطنا بالثورة الأريترية. لذلك نفهم فيها. ما فكرت في يوم من الأيام تلتحق بالميدان وكذا؟ هذه قصة طريفة جدا، باعتبار والدك عسكري وكذا. أي نعم نعم. لكن النخوة الوطنية برضو موجودة فيك. قصة طريفة جدا دي. يعني أنا كنت في الصف الخامس تقريبا، وبعدين جاءت الفرقة بتاعت الجبهة وعملت في السينما حفلة كبيرة جدا. وثاني يوم أنا كنت
متسلغا قطار الثوره زي ما يقول. اللوري. نعم، لا ما الوري. آه. القطر ذاته سميناه قطار الثوره. القطر ده زمان كان الزلط ده ما كان فيه. مم. الزلط بتاع ده كان ياداب بدوا فيه تقريبا او. اوكي. فركبنا القطر انا واخ زميل رحمه الله كبوش الله يرحمه. رحمه الله. كان كنا الصغار كده، نحن تقريبا دفعه او قريبين لبعض. فمشينا ركبت القطر من القضارب. جبنا القطر من القضارف، لانه جينا القضارف جينا المكتب ولقينا باعتبار انه الوالد معروف انه زول من الناس اللي يساهموا في الناس المكتب يعرفوه يعني. ايوه. رفضوا، قال لنا ارجعوا بيوتكم كده يعني، ما قبلوا. فمشينا كسل على اساس انه نسجل من كسل ونطلع هناك. ركبت قطر كسل يعني. ركبنا قطر لكسله كويس. ونزلنا طوالي، مشينا مكتب الجبهه في كسله. ولسوء الحظ اللي كان يسجل الناس ولا كان هناك وانا ما بعرفه، هو صار عمي انا. امم ف اسمك مين؟ عبد الوهاب حامد علي شيخ. تعال بي جاي، قال لي. مسكوني وبيتوني هنا، وثاني يوم رجعوني القطارف. عمك رحمه الله عليه موجود ولا؟ الله رحمه الله، هو واحد من المناضلين القدام. اسمه مين؟ عبيلو. بيلو. هو ابن خالة الوالد يعني. رحمه الله عليه. فرجعت معكم الاثنين ولا انت رجعك لوحدك؟ لا رجعنا الاثنين. اوكي. رجعنا الاثنين باعتباره ذاك معايا انا، وبرضه بيعرفوا يعني. وبعدين كنا صغار في السن يعني. امم وهكذا يعني عدنا. فانت يعني استقيت الاسماء. يعني انا ما استغرب إن تذكر عونة، لكن حقيقة لما وانا اقرا القى كلمة اجب مثلا، والقى كلمة ثانية مثلا من الاسماء اللي تستوقف الزول وهو يقرا، ويذكر ابو شنب مثلا. شفت كيف؟ وتذكر اسماء كثيره. فقلت اخونا عبد الوهاب ده هل يعني من اين له ذلك؟ وتذكر كمان يعني وتكدان مثلا، وانت بترمز وتذكر العركوكباي وهكذا. ولذلك حبيت استفسر من الحته دي. هل زرت اريتريا بعد التحرير اخونا عبد الوهاب؟ زرتها لمدة تقريبا أسبوعين. المناطق اللي زرتها وين؟ قصيرة جدا. زرتها كرن، مهم. أسمرة، جميل. رجعت يعني. ما كان عندك فكرة تستقر هناك، ولا كانت هي زيارة، أو لا تستقر لا واستفزتك أشياء؟ لا أنا كنت ماشي زيارة فقط، ولكن أيضا كان مفروض أسجل أو يشتغل في الإعلام. مم. ولكن حصلت أمور أخرى زي شنو؟ واتجهت إلى يعني كنت متوقع تجيني فيزا كده للمملكة العربية السعودية. وأفضل إنه مشيت. فجاتك الفيزا. نعم، جاتني الفيزا ورجعت. يعني لو ما جاتك الفيزا كان رافقتنا في الإعلام يعني. كان أكون زميلك أي معك في الإعلام. نعم. هل ندمت إنك ما دخلت الإعلام يا عبد الوهاب، ولا والله ولا قلت والله برضو السعودية على الرغم من أنك أنت صبيت أكيد ها؟ كان حاستفيد وكان حاضيف شيء لي هنا، لكن الأقدار كده يعني. كل شيء مكتوب. نعم. ولا زلت طبعا أخ وزميل عزيز. عبد الوهاب، طيب الكتابة بالنسبة للرواية والطباعة والرواية دي مطبوعة في مصر طبعا عن دار مكتبة بورصة الكتب للنشر والتوزيع، والغلاف كان من تصميم محمد فاروق، والتجهيزات الفنية حسام أنيس وما إلى ذلك. يعني هو كتاب صغير ما في شك، لكن جهده ونشر كتاب ليس بالأمر السهل. حدثنا عن الصعوبات والمشاكل التي واجهتك في بداية نشرك طبعا دي ما أول وحدة زي ما قلت، دي كانت ثاني كده. أول أو حدثنا بشكل عام عن
مكابداتك ومعاناتك مع النشر يعني نعم. تأليف يعني. نعم، دي طبعا قصة طويلة، ويعاني منها كل الكتاب والناس اللي عايزين ينشروا مم. مجهودهم الأدبي. ولكن أنا بصراحة يعني في الرواية الأولى يعني يعني كنت محظوظ في إنه تبنوا هذه المسألة الأخ كهال كما قلت. ايوه. بارك الله فيه، يعني ما قصر. في الرواية الثانية أنا الحقيقة من هنا أيضا أشكر الأخ عامر حقوس، موجود معك في ملبورن هنا طبعا. نعم، له التحية. له التحية برضه. حبيبنا عامر حقوس. نعم. زمن وجوده في القاهرة، فأنا أرسلت فقط المادة أو الرواية، وهو آه، تبنى مسألة اختيار الناشر والطبع إلى أن انتهت المسألة. وصراحة بذل مجهود مقدر. جرح الذاكرة. والتقدير نعم. مضبوط له نعم. التحية والله، أخونا وحبيبنا. نعم. طيب، وما دايرين نسأل طبعا عن إنه هل ناس قروها اشتروها وكذا، دي قصة طويلة طبعا. نعم، هي شاركت في معرض القاهرة أعتقد، وشاركت في ليبيا أيضا في مناسبة أو في، نعم في ليبيا. و في في هنا آه، في ملبورن في كذا معرض أيوة. وكذا. يعني ما في شيء أنا ما اجتهدت كثير في إنه لأنه المسألة بتاعت إنه الناشر محدود العناية. هي الرواية موجودة في مكتبة في القاهرة، ولكن ما شاركت كثير في معارض كثيرة يعني. جميل، وإن شاء الله. طيب، ما هي خطواتك للرواية الجديدة؟ ربما متى ترى النور تقريبا يعني؟ والله يا أخي طبعا المسائل المتوقفة على أشياء كثيرة. وقف نعم على أشياء كثيرة، ولكن أحاول بقدر الإمكان أنه تخرج إن شاء الله في نهاية هذا العام. واقترب اسمها شنو قلت لنا أستاذ عبد الوهاب؟ اسمها أجراس الحنين. إجراس الحنين. نعم. برضو تتحدث عن الوطن وكذا؟ أجراس الحنين دي أقدر أقول لك هي سيرة ذاتية لكل الأريتريين، وأنا واحد منهم. مم. يعني آه، بس كده ده تعريفي لها. يعني أنا ما أقدر أترك المسألة بعدين للغالي، لكن هي، نعم، هي فقط يعني بتحكي عن نفس المكابدات والمشاغل اللي قاعد يتعرض لها أي أريتري في غياب الوطن، خاصة بعد التحرير. بعد التحرير حيث ما سميته أنت بال الاستعمار الجديد، مم. أو الآن الوطن احنا نعتبره شبه مستعمر، وحررت الأرض ولم يتحرر الإنسان. نعم. لذلك دي يعني وظلم ذوي الغربة أشد مضاضة على النفس. نعم. يعني حينما طبعا يظلمك كامل المهندي. أيوة. نعم. نعم. طيب. ف نعم. جميل، تفضل عبد الوهاب. يعني عايز أقول إنه الجرح ده أكبر من جرحنا في السابق اللي هو في الاستعمار، لأنه نحن 30 سنة الآن محرومين، الشعب محروم حتى من أبسط الأشياء نعم. وكأن محروم الناس من ما هذه اللغة، محروم من هذه اللغة. محروم واحد من هذه عرب اللغة. هذه اللغة نهارا جهارا. مزبوط. ولذلك نحن نتعمد أنه برنامج مع اللغة العربية الهدف منه هو أن نؤكد على أن هذه اللغة هي رمانة الميزان في الواقع الإريتري، وشيء من الثوابت والمبادئ التي لا يمكن أن نحيد عنها مهما كانت الوقائع، ومهما يعني تآمر المتآمرون. أخ عبد الوهاب، طبعا أنا الإريتريون. عندي مداخلة هنا بس بسيطة في موضوع يعني عشان نعرف حجم ما تتعرض له اللغة العربية من المشروع الشوفيني في أريتريا. نعم. سبق لي أن يعني اس بي اس عملوا معي انترفيو أو حوار
وتحدثت فيه عن اللغة العربية في أريتريا التي يراد محوها، وهي تمثل أو يعني يعني يتكلمها أكثر من 60% من الشعب الأريتري هو صاحب هذه الثقافة العربية. أنا قلت الكلام ده، ما أن انتهى الحوار اتصل علي واحد من أصحاب المشروع الإقصائي، امم أنا بعرفه هنا معي في المدينة، وقال لي يا أخي أنت اللي كنت عامل الحوار. نعم. قال لي يا أخي أنت كيف تقول 60% يتحدثوا اللغة العربية ومحتاج على المسألة دي؟ امم فقلت له يا أخي أنت الآن واحد من الناس التجرينيا سبيكرز، يعني خلينا نقول كده، يعني ما دار اتكلم انا هنا، وقاعد تتكلم معي باللغه العربيه، وافرغ يتكلم اللغه العربيه، ولما اقتربتوا انتوا كلنا كاريتريين، الناس التجرينيا سبيكرز والناس اللغات كلها جميعا، البلين الساهو كلهم كانوا يتكلموا في دول المهجر، دول الخليج، دول بآية اللغه، كانوا يتواصلوا باللغه العربيه. لذلك انت ما تمشي، انا ما يعني انا فهمت انه داير يمشي في حكايه انه كانه انا اقول ال 60% ديل او اكثر من ال 60% هم المسلمين. لا، الثقافه العربيه متجذره في اريتريا حتى وسط المسيحيين. هذا ما نريد ان نوصله يجب ان يفهموه. نعم نعم، بارك الله فيك أستاذ عبد الوهاب. طبعا في الختام أنا مع الشكر الجزيل لا بد أن أسألك وأقول إنه القلم العربي الإريتري موجود يعني، لكن قل من يكتب، سواء كان رواية أو وأقصد بقل من يكتب قل من ينشر. فاحدين يكتبوا كثير لكن ما يتجاسروا للنشر. فما هي نصيحتك رغم أنه النشر وإصدار قصص وروايات ودواوين شعرية يعني مخاض، يعني ليس أمرا سهلا، فما قولك للقارئ العربي كيف ينبغي أن يشجع الكتاب والأدباء بشكل عام، وكيف على الأدباء والكتاب أن يواجهوا أقدارهم ويتحدوا الصعاب وينشروا يعني؟ معلش يا استاذ، السؤال ما سمعت السؤال يا سيد الكريم إنه القلم العربي موجود نعم. والكتاب موجودين، ولكن قل أن تجد من ينشر. نعم في هناك تحدي وصعوبات في النشر والتأليف والتوزيع وما إلى ذلك، ولكن ما هي نصيحتك للقارئ العربي أن يشجع الناس الكتاب، وفي نفس الوقت برضو نصيحتك للكتاب إنه ما يستسلموا للواقع المرير الغير مشجع، فعليهم أن يتحدوا الصعاب وينشروا لأنه في النشر فوائد. وما هي رسالتك للطرفين؟ نعم. بالنسبه للكتاب، يعني هو طبعا مساله النشر دي كمان فيها يعني المطلوب من الناس اللي يكتبوا لاول مره في هذا المجال. يعني انا حين اكتب اكون واثق من اللغه بتاعتي، ومن الروايه كلها تكون سليمه على الاقل، يعني اكون عبرت بها. حين تقراها انت تحس بانه انا عبرت عن شيء بداخلك. لذلك يعني يكتبوا ويعرضوا ما يكتبوه الى من هو يعني اقدر او يعني له. فلذلك يعني والحمد لله الان ظهرت مواهب كثيره جدا ومبدعين كثر. نتمنى ان يجدوا التشجيع اللازم، وبوجودكم انتم يا استاذ احمد كاعلام تتصيدوا هذه المواهب وتعرفوا كيف تدعمون يعني بالتشجيع وكل المسائل المشجعه للكتابه. نعم. سأختم الحديث، شكرا لك أخونا عبد الوهاب. سأختم الحديث بقراءة رقم 79، تقول فيها في الصفحة يعني: تهميش اللغة العربية بالنسبة لي مسألة حياة أو موت. أنا كائن حي يتنفس ثقافة عربية
هل فهمتما؟ كان صلاح يصرخ غاضبا ويصر على الرحيل، أو كما قال: أن أعيش هنا لاجئا مشردا أهون علي من هذا الوضع المهين. أزعجها ما سمعت، لكنها كانت منشغلة بنفسها عما سواها. رفعت بصرها إلى الأعلى واصطدمت عيناها بصورة لفارس يمتطي صهوة حصانه ويحمل بيده اليمنى بندقية قديمة من طراز أبو عشرة. ليتك كنت هنا اليوم لتفرح مثلنا وتحصد ثمار ما زرعته بيدك الجريئة يا عواتي. تمتمت همسا كأنما تخاطب شخصا أمامها بلحمه ودمه. وضعت يدها على الطاولة وهمت بالنهوض. من هذه؟ هذه زهور؟ زهرة، هذه زهرة. زهرة، نعم. نعم. يعني لغة جميلة والله، أنا أحييك عليها أخونا عبد الوهاب. انتهينا ولم نبدأ بعد. أخونا عبد الوهاب، لك التحية على مكابدتك وصبرك وتحملك للنشر والكتابة والتأليف في عالم لا يقرأ ولا يقدر مجهود الكثير والآخرين، كما نعمل نحن في هذا الإعلام. ولكن هذا قدرنا أن نقول كلمتنا ونذهب يعني. التحية لك عزيزي والأستاذ الكاتب الشاعر الروائي، وأتمنى لك التوفيق. كلمة أخيرة تودع بها المشاهدين والمستمعين. أشكرك أستاذ أحمد، وأشكرك جزيل الشكر، وأنت دائما تجود علينا بهذه الإضاءات. نحن نعتبر أنه الحوار معك فيه فائدة نستفيد منه. وأشكرك جدا يعني، وأشكر قناة السلام، وأنت ما شاء الله عليك يعني متربع في كل القنوات، تشتغل هنا وهناك، ولا نحسدك على هذا الجهد وهذه الإبداع يعني. شكرا لك مرة أخرى أستاذ أحمد، وشكرا لك. بارك الله فيك، ولله الحمد من قبل ومن بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.